معقول الدجاج بالصينية ينافس اللحمة بالصينية؟ ينافسه بجدارة إذا جربتوه على طريقتي. كم خطوة بسيطة راح نطلع الدجاج بالصينية بنكهة جدا مميزة. عن جد إنه يشهي، يفيدكم للعزايم. من كيلو دجاج راح نعمل صينيتين، واحدة عملت لكم إياها بصوص اللبن والطحينة وواحدة بالخضار مع هالسندويشة الخرافية. عن جد النكهة إنها غرام، يعني يظل الدجاج محافظ على طراوته وما ينشف أكيد إذا جربناه بهاي الطريقة. وتفيد حتى العزابية لأنه الأكلة سهلة وسريعة وبنفس الوقت النكهة مميزة. فضلا منكم حبايبي لا تنسوا اللايك والفولو. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله. هون عندي كيلو من صدورة الدجاج مغسول ومنظف على التمام. طبعا تقدروا تخلطوا نص بنص، يعني نص فخاد دجاج نص صدورة دجاج. هون بمكينة الكبة أنا رح أفرمه ناعم. إذا عندكم محضرة طعام شاطرة تقدروا تستخدموها انتو. وهون عندي تقريبا شي 200 جرام ملية الخروف، بس انا هون محطوط لها دبس رمان وهاي الشغلات كانت زايدة عندي من حشوة للكبة. تمام، فرح ابلش اضيفها. وهاي جدا اساسية ومهمة بالدجاج بالصينية، لا تستغنوا عنها ابدا. وهون صارت عندي الدجاج جاهز. رح ننتقل للخضار. عندي حبتين من البصل، حبتين من الفلفلة الخضراء، وشي سنين من الثوم، وتطلع معاكم النكهة جدا طيبة. رح نبلش نطحن الخضار، بس أهم شي نحط تحتها مصفاية مشان المي تبع الخضار كله ينزل، يعني كل شي سوائل بالخضار نحنا ما بدنا إياها، لأنه خصوصا البصل تعطي مرار. تمام، فهاي أهم خطوة. وهون عندي جرزة من البقدونس كمان مفروم ومغسول، رح أبلش أضيفها. البقدونس مع الدجاج يعني يعطي نكهة جدا طيبة، يعني اللي ما يجربها لازم تجربوها أكيد. هون تركتهم شغلة ربع ساعة على المصفاية، أو ممكن تعصروها بإيدكم لتنزل كل شي سوائل بقلبها. بعدين رح أبلش أنا أضيفها على الدجاج، يعني نكهة الخضار مع الدجاج ولا أطيب. هون رح أضيف لهم معلقة من دبس البندورة، رح أضيف لهم معلقة كبيرة من دبس الفليفلة يلي أنا عملته. شوفوا ما شاء الله على هاللون، إذا ما حضرتوا الفيديو روحوا احضروا. رح نضيف الملح، رح نضيف بابريكا حلوة، رح نضيف شوية من الهيل المطحون، ونضيف كمان بسم الله شوية من الفلفل الأبيض. رح نضيف لهم شوي من الزنجبيل، وكإضافة اختيارية شوي من نكهة المدخن. أنا جدا أحب هاي النكهة، يعني تعطي الدجاج نكهة جدا مميزة. إذا متوفرة عندكم جربوا ضيفوها. هاي رح نسمي بالله ونبلش نخلط المكونات لتصير عنا عجينة متماسكة. وهون بالبايركس أو الصينية اللي رح نقدم فيها أنا رح أقسمهم على قسمين، شي رح أعمله بالخضار وشي بدي أعمله باللبن والطحينة. تمام، نبلش ناخد قسم من العجين ونمده بالصينية، بس رح نرفعها شوي ونرفعها على داير الصينية. تمام، يعني ما رح نعملها مستوى واحد بأرضية الصينية، لا نرفعها على الأطراف شوي. بعدين رح نعمل فيها فتحات بالنص بهاي الطريقة. لما نضغط ونعمل فتحات بقلبها كل شي سقسقة، كل شي من الدهنة وهاي رح تفوت بقلب الدجاج وما رح يطلع معاكم ناشف أبدا. فهاي الخطوة كمان جدا أساسية ومهمة، لا تستغنوا عنها. وهاي الصينية الثانية كمان عملتها بنفس الطريقة وصاروا جاهزين عندي. هون بعد ما كملت الصينيتين رح أبلش أزين تبع الخضار. رح أزينها بالبندورة وبالفليفلة الخضراء. بصل ما رح أضيف لها لأنه البصل يطول حتى يستوي، فعملت ثانية خضار أنا على جنب، بندورة وفليفلة وبصل، لأنه الدجاج رح يستوي قبل البصل فيطلع قاسي معاكم. هون رح أضيف لها يعني شي نصف معلقة من السمنة على الوجه، هاي اختيارية. إذا عندكم دهنة جربوا ضيفوا كمان قطعة من الدهنة على الوجه على الفرن لحتى تستوي معانا. يعني هي عدوبها تاخد ربع ساعة بالفرن مشغال من فوق ومن تحت، المهم انكم تراقبوها. هون بعد ما طلعت شوي من السقسقة تبعها رح اخذ منها شوي لنحضر صوص اللبن والطحينة. رح اتركه يبرد. هون عندي كوب من اللبن الزبادي، رح اضيف له كم معلقة من الطحينة يلي هي الراشة، رح اضيف له سن من الثوم دقيته بنصف معلقة من الملح، رح اضيف لهم عصير نصف ليمونة. تمام حبايبي، نعمل لهم ميكس ونخلط. صدقوني رح تطلع معاكم النكهة ولا ألذ. هون بعدين رح أضيف لها الصوص اللي نحن أخذناه، نرجع نعمل لهم تخليطة على السريع ونتركها لحتى تستوي معانا الصينية. وهون أنا هاي هي الصينية يعني اللي بدي أعملها أنا باللبن والطحينة. كمان رح أضيف لها شوية من السمنة وندخلها على الفرن. وهون قبل ما تستوي يعني شوفوا هي من تحت أخذت بس لسه بدها من فوق، طلعتها من الفرن. رح أضيف لها صوص اللبن والطحينة يلي نحن عملناه ونوزعه بشكل جيد، ونرجعها على الفرن شغلة 5 دقايق 10 دقايق، يعني لحتى تشوفوها انه خلص تسبكت واستوى الدجاج معانا. اذا عملتوها بهالطريقة
والله تصير عندكم إدمان. يعني شوفوا هما الاثنين طيبين، بس أنا أحب تبع اللبن ولا طحينة أكثر، نكهتها جدا طيبة ومميزة، يعني بصراحة لازم تجربوها. هون استوى عندي كل شي يا ما شاء الله، وأهم شي صينية الخضار بالنسبة لإلي، وحطيت جنبهم مايونيز، دبس رمان، دبس فليفلة. وشوفوا يا ما شاء الله، مستحيل حدا يصدق إنه هذا دجاج بالصينية. جربوه، اكتبوا رأيكم بالتعليقات، وبالعافية.